النهاردة عيد ميلاد عمر كمال، وعشان حمو بيكا راجل جدع مجدع عمل معاه أحلى واجب وجاب له هدية خيالية لو عرفتوها مش هتصدقوها، عكس حسن شاكوش اللي جه إيد ورا وإيد قدام وما عملش أي واجب مع عمر كمال. فلو عايزين تعرفوا تفاصيل حفلة عيد ميلاد عمر كمال تابعوا بقى معانا الفيديو ده للآخر. من ساعات قليلة كان عيد ميلاد مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال اللي كان عنده حفلة على الرايق وواقف يغني للجمهور على المسرح ومنسجم جدا، وفجأة كده ومن غير أي مقدمات طلع له حمو بيكا من تحت تقاطيع الأرض وهو شايل في إيده حاجة مخبيها. أول ما بقى حمو بيكا في وش عمر كمال وهو بيغني راح مطلع الحاجة دي اللي طلعت رزم فلوس كتير، عمل منهم عقد كبير ولبسه في رقبة عمر كمال، قال له كل سنة وانت طيب يا ابو الصحاب وعيد ميلاد سعيد عليك. عمر كمال كان مبسوط قوي باللي عمله معاه حمو بيكا، مش عشان عمل معاه الأصول والصح في عيد ميلاده، لكن عشان أخيرا عرف إن يطلع منه بأي مصلحة وينحته، وقال له أخيرا طلعت بحاجة من وراك. وبعدها كمل عمر كمال قلش وسف على حمو بيكا وبخله كمان وقال له كام دول يا ترى؟ شكلهم 3000 جنيه. ساعتها ضحك حمو بيكا وقال له حبيب قلبي انت اطيب قلب في مصر والله العظيم. ساعتها حب واحد من الجمهور انه يكسف جبهة حمو بيكا وكمان يسخن عليه عمر كمال، فقال له هو فين العربية اللي المفروض يجيبها لك حمو بيكا هدية؟ فخد بيكا المايك ورد عليه وقال له انا جبت العربية فعلا بس مركونة برا. المضحك بقى ان عمر كمال كان طمعان انه ياخد كل الذهب اللي كان لابسه حمو بيكا واللي يجيله 2 كيلو سلاسل وكمان خواتم غيرها، ومد ايده مسكه من دراعه وقال له يا اخي انا لو خدت حبة الذهب دول كل مشاكل حياتي هتتحل اكيد. الجميل بقى ان حمو بيكا قلبه فعلا ابيض وحب يفرح عمر كمال وجاب له تورته كبيره طلعها على المسرح وكان فيها شمع جميل لونه احمر عشان يحتفل عمر مع جمهوره. ودخل على الخط ابو الشواكيش حسن شاكوش اللي طلع ماسك الحديده وقال لعمر كمال كل سنه وانت طيب يا شريك نجاحي، بس كان طالع ارديحي وما جابش حتى علبه كليوباترا لعمر كمال، بس قال له هديتك عندي بس بعدين بقى يا نجم. ومن المعروف كمان ان حمو بيكا وعمر كمال اصحاب جدا رغم كل الخلافات والتاتشات اللي دايما بتحصل بينهم من وقت للتاني، لكنهم بيقضوا وقت مع بعض في كل مكان. وكان اخر ظهور ليهم مع بعض في الولايات المتحدة الامريكية لما سافروا عشان يعملوا حفلات ليهم هناك، وكانوا عاملين دويتو مسخرة هناك وركبوا كمان سكوتر قدام البيت الابيض. كان عمر كمال عايش في دور محمد فؤاد وبيغني امريكا شيكا بيكا، وجاب لحمو بيكا الهدوم بتاعت الهالوين. كمان كانوا بيتخانقوا مين يقعد جنب السواق في الكرسي الامامي كانهم مش في نيويورك وراكبين عربيه اجره لصفة اللبن.